الأول حول الهوية، إنه تستطيع أن تتعلم لغات، تستطيع أن تكسب معارف جديدة، لكنك لا تستطيع أن تغير هويتك. أنا عندي شكوك في المسألة دي حقيقة، وخاصة ونحن ندير حوار ثقافي حول الثقافة، وإذا سحبنا أقدامنا بعيدا عن الاحتقانات بتاعت السياسة اليومية، أنا أظن إنه هذه المفردة كما نتعامل بها هي مفردة ملغومة جدا، بل هي موبوءة ومشؤومة. عندي مفردة الهوية ما في هوية معطى وكاملة ونهائية. أي إنسان طبيعي هو في حالة تغير مستمرة جدا، والعوامل والمدخلات والإنبوتس اللي بتشكل هويته، اللي بتشكل إحساسه بذاته، هي بتتغير باستمرار. صحيح في سياقات محددة جدا، خاصة في سياقات الصراع السياسي والصراع السوسيو ايكونوميك الجاري كده، الناس بيبقى عندهم فجأة لإدارة هذا الصراع أو عشان يكسبوا فيه صفوف، بيضخم الشعور بالفكرة بتاعت الهوية. اكشولي الهوية كما قال أحدهم هي is a rotten onion، بصلة معفنة مكونة من طبقات كثيرة جدا، وكل ما أزدت قشرة كل ما ازداد عفنها. فلذلك أنا ما شاعر بهوية نهائية لنفسي. مثلا لأني محمد عبد الحميد، أنا من جهة نوبي، من جهة سوداني، من جهة إفريقي، من جهة هولندي. دخلت المكونات دي كلها كده في فكرتي عن نفسي بشكل مختلف جدا ومتباين. بالتالي أنا ما شايف إنه خارج سياقات الصراع السياسي، الصراع على السلطة والثروة اللي هي أزمت مجتمعنا ومزقته، خارج في السياق ده تعبير الهوية بيستخدم بمحمول سياسي محدد جدا، وإما لتبرير أو لمقاومة الاستعلاء العرقي والثقافي والديني، إما لتبرير ذلك أو مقاومته. غير ذلك يعني بشكل حميم وشخصي كده، أنا أظن إنه الإكسبريشن بتاع الهوية دائما يقتحم عليه خصوصيتي ويقتحم عليه إنسانيتي، ومرات كثيرة كمان أحس بها بتجرحها وبتنقصها. إن شاء الله أكون قلت كلام مفيد، ما كلام شعراء. أيوة بالطبع يعني لا راح يكون عندنا وجهة نظر مختلفة. بسرعة تعليق شديد قصير أيضا على مساهمة الشعراء ذوي الأصول النوبية في الشعر السوداني وفي الشعر العربي. هي مساهمة مهمة جدا دون أن يدعونا ذلك للتورم والانتفاخ الثقافي بتاع انه نحن مختلفين عن الناس وعندنا قدرات متميزة. أنا شخصيا ليست لدي أوهام مثل هذه، ولا عامة النوبيين في قراهم وفي مناطقهم عندهم أي إحساس زي ده. في عوامل كثيرة بالتأكيد بتأثر في الإنتاج الإبداعي، وهو إنتاج إبداعي في النهاية فردي. أي مبدع هو فرد في النهاية. صحيح التعرض لتيارات ثقافية متعددة هو بيوسع فرص قدرتك على إنجاز إبداع، على قدرتك على
إعطاء منجز ثقافي والسودانيين كلهم يتعرضوا لثقافات مختلفة. ربما أيضا كان في ظرف تاريخي، الناس ما عندهم فيه خيارات كثيرة، اللي هو إنه لأسباب تاريخية الحركة بتاعت التعليم وانتشار التعليم في مظاهره الأخيرة، يعني بدأت من بعد تركيا وبالانقطاع القصيرة بتاعت المهدية، معظمه جاء من الشمال، وأهل الشمال بحكم الجغرافيا هم كانوا أقرب للمصدر الجاي منه نظام التعليم النظامي المرتب. بالتالي احتمال في ظروف تاريخية محددة كان فرصتهم أفضل، وبالتالي مساهمتهم بقت أبرز. لكن بالتأكيد في شعراء نوبيين من الذين ذكرتهم: جعفر عثمان، مرشد صالح سراج، محي الدين فارس، بعدد كبير جدا من الشعراء النوبيين أسهموا في ثقافة السودان. لكن نستطيع أن نلاحظ أيضا ناس ثانيين غير نوبيين وأيضا بيتكلموا لغات غير العربية قدموا مساهمات عميقة جدا. ولا ينسى أحدنا ونحن نتكلم عن محمد وردي أستاذنا إسحاق الحلنجي اللي هو وأبو آمنة حامد ومحمد عثمان كجراي القائمة طويلة جدا من ناس برضو جايين من الثقافات غير العربية أسهموا في المجرى العام. الآن فعلا في الظرف ده مثل هذه الإشارات مهمة حتى نعيد لهذه الثقافات اعتبارها ونعيد ونعتز بمساهمتهم في الثقافة الوطنية من المواقع الثقافية بتاعتهم ذاتها، مش من المواقع المركزية، من موقع الثقافة العربية الإسلامية اللي هي برضه جزء رئيسي من مكون رئيسي في الثقافة النوبية، كذلك وفي ثقافة البيئة وغيرها. لكن الآن حان الأوان للاهتمام بمساهمة الناس الثقافية والمعرفية والإبداعية من مواقعهم. وهذه المرة العودة لموضوع الهوية بيبقى لا مناص منه.